نستقبل وإياكم مشاهدينا الأحبة الأستاذ سعد اللامي المتحدث الرسمي عن إعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي. صباح الخير أستاذ سعد. صباح الخير، مرحبا بكم. تحية لقناتكم، تحية بالخصوص إلى القناة السريانية. سعيدين بلقائكم لأول مرة والحديث معكم بهذا الخصوص. شكرا جزيلا أستاذ. أستاذ، إذا بداية احنا راح نحكي عن موضوع تعيينات الأوائل وأيضا حملة الشهادات العليا، وأكيد احنا مقبلين على تعيين وجبة ثالثة إن شاء الله. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. خلينا نحكي شوية عن آلية تحديد الطلبة الأوائل وأيضا حملة الشهادات العليا وفق أي معايير تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد تعرفون حضراتكم أن هناك قانونين لتوظيف فئتي الأوائل وحملة الشهادات العليا، قانوني 59 و 67 لسنة 2017. وفق هذه القانونين تم توظيف بحدود أكثر من 66 ألف من هذه الفئات إلى الآن. احنا الآن في المرحلة الثالثة من عملية التوظيف التي في جعبتنا بحدود أكثر من 8000 درجة وظيفية. جرى توظيفها وتهيئتها وتحضيرها للمتقدمين بإذن الله تعالى عبر كلياتهم وجامعاتهم، سواء على صعيد الداخل أو حتى على صعيد الخارج. وخلال الأيام الماضية، على أقل تقدير خلال 20 يوم الماضية، احنا استقبلنا الكثير من البيانات من الكليات والجامعات ومن دائرة البعثات. كل الخطوات الحقيقة الجارية هي خطوات سلسة بسيطة جدا، لا تتطلب سوى من المتقدم للتوظيف أن يذهب إلى كليته وجامعته ويؤكد بياناته ويدقق بياناته قبل رفعها إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي. هناك موظفي استقبال وترحيب في الكليات والجامعات لكل الفئات المستهدفة بالتوظيف، وبالتالي ترفع هذه البيانات إلى مجلس الخدمة الاتحادي. وبالتأكيد استقبلنا احنا هذه البيانات في الأيام الماضية، والدليل إلى يوم أمس احنا نشرنا قوائم كانت بحدود مجموعة بحدود أكثر من 6000 من البيانات التي تم استلامها من الكليات والجامعات. ولكن هذا لا يعني أن هذا الرقم 6000 هم مشمولون كلهم بالتوظيف. لا يزال مرحلة التقاطع الوظيفي. لا تزال عمليات التدقيق للبيانات جارية. جرى تدقيق هذه البيانات في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ثم ستكون هناك مرحلة تدقيقية أخرى في ديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي، ثم أيضا هناك تدقيق على صعيد وزارة الداخلية للتحقق من عمليات إصدار البطاقات الوطنية بشكل صحيح وليست هناك أخطاء في البطاقات الوطنية. نعم. احنا الشفافية حاضرة، بمعنى أن هذه الأسماء أعلنت للملأ. بالإمكان المتقدم للتوظيف عندما يشاهد اسمه يتحقق من البيانات التي نشرت عبر مواقعنا الرسمية، وبالتالي إذا كان هناك أي خطأ في هذه البيانات عليه أن يشرع فوراً بمراجعة شؤون المواطنين في مجلس الخدمة العامة الاتحادي عبر رابط إلكتروني تم نشره، ويخبرنا عن ماهية وتحديداً ماهية الخطأ الذي شاهده أو أشره. بالتالي هذه البيانات إذا ما كان فيها خطأ ما فهي وردت إلينا من المصدر من الكليات والجامعات، فينبغي أيضا أن تصحح في الكليات والجامعات ثم تعيد إرسالها لنا مرة أخرى. نعم. بعد انتهائنا من عملية التدقيق في ديوان الرقابة المالية بإذن الله تعالى، وهناك أيضا لجان مشتركة ما بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي وديوان الرقابة المالية بهذا الصدد، تعاون كبير ومشترك. وهناك أيضا تعاون كبير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص. بعد أن يتم استكمال هذه التقاطعات، إعادة الأسماء إلينا مرة أخرى، سنشرع أيضا بنشر الأسماء التي ليست لديها مؤشرات ما في ديوان الرقابة المالية. نعم. وننشر أيضا الأسماء التي ظهرت لهم مشاكل قانونية أو تقاطعات وظيفية في ديوان الرقابة المالية، وفي حينها سنتحدث عن كيفية المراجعة أو كيفية حل هذه المعضلات فيما يتعلق بالذين سيظهر لهم تقاطع وظيفي عليهم مراجعة ديوان الرقابة المالية لو كان لديهم اعتراض ما. نعم. واللي بياناته سليمة وليست لديه أي مؤشرات في ديوان الرقابة المالية بالتأكيد سنشرع بتزويده بكود
نعم. الكود سيصل بشكل مريح جدا عبر الاس ام اس على هاتفه، او عبر الواتساب، او عبر الايميل او الجيميل الخاص به. حلو، خطوه جيده يعني اكثر من السابق، انه كانت يعني يمكن خطوه نستلمها الكود في ورقه كان، ويعني كان في من اجراءات الكليات. اكثر. نعم. الان لا، سيتم ارسالها من قبل مجلس يعني الخدمه العامه نقدر للاتحاد. نقول صار تطور في هذه الآلية التي فرقت عن السنين السابقة او الوجبات السابقة اللي تم تعيينهم. احنا تعرفين حضرتك في كل مجال، يعني خلينا نضرب مثل في مجال عملكم، الخبرة تصبح متراكمة، وعملية وجود أي خطوات ربما تكون ثقيلة على المتلقي أو المتقدم للتوظيف. بالتأكيد احنا في طور معالجات دائمة وتحديث دائم وإيجاد حلول واقعية وسلسة ويسيرة للمتقدم للتوظيف. لذلك قلنا يعني موضوعة أنه استلام الكود من للمتقدم للتوظيف من خلال كليته أو جامعته ربما أيضا يعطل بعض الشيء في الزمن. اقترحنا أن تكون الآلية من قبلنا، احنا من نزوده بهذا الكود بإذن الله تعالى، وحتى لو تم تزويده من قبل كليته وجامعته فسيكون بإشرافنا المباشر وعبر تنسيق يعني مسبق وكامل مع كل الجامعات والكليات. بكل تأكيد. أستاذ سعد، حدثنا عن حاملي الشهادات العليا، هل هناك برامج خاصة لدمجهم حسب احتياجات الدولة في المؤسسات المختلفة؟ يعني هو ابتداء نحن دائما ندعو كل المتقدمين للتوظيف، قلنا في أكثر من مناسبة ونكررها دائما، والحقيقة نشدد على هذا الأمر، أن كل المتقدمين للتوظيف عليهم أن يتمتعوا ببعض الخبرة. نعم. عليهم أن لا ينتظروا يعني يظلوا جالسين في أماكنهم دون أن يتابعوا على أقل تقدير الدخول في ورش عمل، المشاركة في مؤتمرات، المشاركة في ندوات. اكتساب الخبرة العملية يساعد كثيرا في عملية توظيف المتقدم للتوظيف لتهيئته لشغل وظيفته القادمة. احنا بالتأكيد راعينا بشكل كامل الاحتياجات المقدمة إن من دوائر القطاع العام الحكومي، يعني لن تكون هناك توظيفات عشوائية فعلا كما جرى سابقا في عمليات التوظيف المرحلة الأولى والثانية، رغم وجود بعض الهفوات التي حصلت، وربما هذه الهفوات كانت بالحقيقة بالإكراه، لأننا واجهنا صعوبات كبيرة في توزيع بعض الاختصاصات الفريدة من نوعها. الآن لا، إن شاء الله بإذن الله تعالى ستكون كل التوزيعات هي سليمة وخالية من أي معرقلات. طموحنا أن تكون التوزيعات ملبية لطموحات كل المؤسسات ودوائر القطاع العام الحكومي، ولكن أيضا ندعو كل مؤسساتنا وشركائنا في عمليات التوظيف أن تكون عملية استقبال المتقدمين للتوظيف يسيرة وسهلة، وإفهامهم ما هي الصعوبات التي ستكون أمامهم. ربما بعض الصعوبات كما وصفناها قبل قليل في الاختصاصات النادرة أو الاختصاصات التي غير مسبوق ذكرها في التوظيفات السابقة. بالتأكيد سنذهب إلى عملية احتساب نقاط لكل المتنافسين على الدرجات الوظيفية، فيما لو اضطررنا إلى يعني أن تكون هناك فرص وظيفية لاختصاصات معينة ينبغي أن يكون عليها تنافس للحصول عليها. وهذه أيضا معادلة ستكون في حينها واضحة لكل العيان ما هي النقاط التي سيتم احتسابها. كل ما سيجري سيكون أمام المتقدم للتوظيف، يعني لن تكون هناك يعني عملية خطة مدروسة فعليا في هذا أبدا، لن تكون هناك أي عملية للتوظيف أو للتوزيع دون دراية ومعرفة كاملة من المتقدمين للتوظيف. احنا بس اللي نحتاجه الحقيقة ما أخفيكم أنه الصبر علينا من قبل زملائنا وزميلاتنا المتقدمين للتوظيف. العملية ليست عملية كلاسيكية وتقليدية بمعنى أن أضعك في المكان الذي أنت تعتقد أنه يتوائم أو يتلائم مع اختصاصك، هي ليست هكذا. هذا كان سؤالي، ممكن شلون ممكن نحدد المدة الزمنية من تاريخ التقديم أو من تاريخ التخرج إلى حين الشروع بالتعيين؟ يعني احنا ابتداء قلنا كل المتقدمين للتوظيف بإمكانهم أن يتقدموا للتوظيف كل المخرجات للسنوات السابقة من عام 2003 لغاية هذا العام. يعني حتى مخرجات هذا العام هم مؤهلين ولهم الحق في التقديم للتوظيف، سواء الأوائل فقط؟ الأوائل وحملة الشهادات العليا. الأوائل إذا استكمل الدور الأول
وكان من الثلاث الأوائل على الدراسة الصباحية أو من الثلاث الأوائل على الدراسات المسائية. بالمناسبة لا تنسون حضراتكم يعني هناك بعض الكليات والجامعات ليست لديها دور ثاني. يعني على سبيل المثال الجامعة التقنية الشمالية مثلا نضرب مثلا عنها تدرس نظام مقررات، يعني ليست لديها دور ثاني، بمعنى سنستلم بيانات الدور الأول بشكل كامل وبالتالي تكون جاهزة للتوظيف. لكن بعض الجامعات لديها دور ثاني وهذا مأخوذ بالحسبان أنه إلى أن ينتهي الدور الثاني لحين ذلك يتم استكشاف من هو الأول صحيح. ومن هو الثاني ومن هو الثالث. هذا فيما يخص الأوائل، يعني ينبغي أن تكون الوثائق الجامعية حاضرة، وثيقته الدراسية من جامعته حاضرة. فيما يخص الدراسات العليا ينبغي أن يكون أمر الجامعي تم استكماله. صدور الأمر الجامعي هو شرط أساسي لرفقه مع البيانات للمتقدم للتوظيف. هسه بعض الأخوة ربما سيجدون صعوبات في ذلك، احنا خلينا فترة زمنية، قلنا المنظومة أو عملية استلام البيانات مفتوحة من تاريخ 16/7 تموز الماضي إلى تاريخ 16 أيلول القادم. وهذه حسبناها بشكل دقيق جدا أنه هذه الفترة هي يتم خلالها على أقل تقدير إرسال كل البيانات للسنوات السابقة أو البيانات للسنة الحالية. أي معرقلات أو معضلات سنواجهها في الأيام القادمة احنا جاهزين، يعني عندنا حلول مسبقة وضعها على الطاولة لمعالجة كل الحالات. نعم إن شاء الله تعالى. أستاذ ذكرت أنه تستلمون طلبات التوظيف أيضا من دائرة البعثات. المبتعثين أيضا يعني مشمولين بهذه العملية التوظيف ونفس الآلية أكيد، يعني إجراءات نعم التعيين. بالتأكيد نعم. كل المبتعثين بمختلف تسمياتهم سواء كان على صعيد قنوات مختلفة مثل قناة النخبة، المبادرة التعليمية، المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبتعثين على النفقة الخاصة، كل هذه الأصناف إذا كان حاصل على قرار التقييم من دائرة البعثات بإمكانه أن يتقدم للتوظيف، ولكن هو أيضا ملزم بأن يراجع لتثبيت بياناته. وقدمنا مقترح وأيضا يراجع دائرته، يعني دائرة البعثات أو يراجع مجلس صار تفاهم مشترك مع دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قلنا لكي نخفف الزخم فيما لا حصل زخم كبير على دائرة البعثات للمراجعة، تم اقتراح يعني مراجعة الجامعات القريبة على مواقع سكن المتقدمين للتوظيف. حلو. هناك تعرفين حضرتك في بغداد كثير من الجامعات وحتى في المحافظات، كل من يجد جامعة قريبة على موقع سكنه بإمكانه الذهاب هناك وسيتم استقباله بشكل طبيعي جدا، ويصرح بمراجعته ما هي سبب مراجعته، سيتم استلام بياناته وتدقيقها مع البيانات الموجودة عبر رابط إلكتروني مع دائرة البعثات ما بين دائرة البعثات والجامعات. هناك استمارتين مهمتين ينبغي إملاءهما يدويا، وهذا الحقيقة أيضا مقترح جديد اقترحناه، لأنه احنا واجهنا بعض المشكلات في التوظيفات السابقة أن بعض البيانات التي يتم استلامها من الكليات والجامعات كانت متناقضة مع البيانات التي يملأها المتقدم للتوظيف إلكترونيا. ربما يعني بعض الأخطاء حصلت بسبب أن المتقدم للتوظيف لا يعلم ولم يكن يعرف جيدا أن البيانات التي أرسلت من جامعته أو كليته فيها عمليات إملاء دقيقة، وهو عندما جاء لإملاء الاستمارة الإلكترونية أخطأ في عملية الإملاء. حصلت عندنا هكذا مشاكل الحقيقة، وعندما عالجناها أيضا واجهنا صعوبات كبيرة وفترة زمنية لمعالجتها. هذه الاستمارتين اللي أتحدث عنها الورقية هو أنه يسحبها في موقع مراجعته، يملأها بيده، ولكن عليه أن يتأنى قبل إملائها، بمعنى أن يكون الإملاء مشابه ودقيق جدا مع ما موجود من بيانات داخل كليته وجامعته أو في دائرة البعثات، حتى يسهل عملية كل هذه الآلية فعلا. بالضبط. ندعوهم إخواننا أن يكون إملاءهم دقيق فعلا. استمارة خاصة ببياناته اللي هي بيانات الشخصية وبيانات الأكاديمية، وورقة خاصة أسميناها بطلب التوظيف، وفي داخلها تعهد وإلزام بالمباشرة خلال 10 أيام. البعض سألنا أنه أنتم رجعتوا على الورقي وعملكم إلكتروني، قلنا لا، عملنا لا زال إلكتروني بحت، ولكن
هذه الاشتراطات الورقتين لأنه الحقيقة حتى نحدد من هو المسؤول عن من أرسل البيانات بشكل خاطئ. هل هو المتقدم للتوظيف أخطأ في إرسال بياناته، أم الكلية أخطأت في إرسال البيانات؟ ثم التعهد عليه بإمضاءه، لأنه الحقيقة في المراحل السابقة المرحلة الأولى والثانية الكثير تقدموا للتوظيف، حجز الدرجة الوظيفية، ظهر اسمه بالتوظيف، توزع على دائرة معينة ولكن ما باشر، حرم نفسه من التوظيف ومن الإفادة من مؤهله الأكاديمي، حرم زملائه من أن يتقدموا لهذه الدرجة الوظيفية، وأتعبنا إحنا الحقيقة. أرهقنا جدا. نقدر نقول هاي من الصعوبات اللي تواجه تنفيذ الخطة، يعني عدم التدقيق أو عدم مراعاة ملء الاستمارات بشكل دقيق. لا، هو الحقيقة أني أعزوها إلى أهواء شخصية ومزاجات شخصية. يعني أنا إما أكون مقرر بشكل كامل أن أتقدم للتوظيف في القطاع العام الحكومي، وبالتالي أنا أذهب للمباشرة خلال 10 أيام، أو أكون أنا في مزاج يعني أسمح لنفسي ونزواتي الشخصية تسمح لي أنه أنا أنافس على هذه الدرجة الوظيفية، وبالتالي حرمت زميل إلي من أنه يحصل عليها، وظهرت لي هذه الدرجة الوظيفية، وقررت أنه ما أروح أباشر لأنه أنا عندي عمل الخاص، أو أنا مرتبط بدراسة ما، أو أنا خارج العراق، أو عندي ظروف معينة. هسه بعض الظروف ممكن تكون مقبولة كأن تكون أسرية أو ما شابه ذلك، ولكن شاهدنا بعض الظروف الأخرى الحقيقة لا، لم تكن منطقية. كان هناك غلبة للأنانية والنزعة الشخصية في عملية عدم الذهاب للمباشرة. وبالتالي هذه الدرجات شلون ممكن، عفوا حضرتك، شلون ممكن نتيح الفرصة لطالب آخر أو لخريج آخر أن يأخذ هذه الفرصة وهذه الدرجة الوظيفية في حين شلون يعرف غيره ما باشر؟ هو المسألة تكون بالشكل التالي: خلال 10 أيام إن لم يباشر في وظيفته، لم يسجل مباشرته، ستضطر الدائرة المعينة لمخاطبتنا، لمخاطبة مجلس الخدمة العامة الاتحادي. تقول أن الأسماء التالية لم يباشروا في وظائفهم، وبالتالي تعاد هذه الدرجات الوظيفية مع عنواناتها وتخصيصاتها المالية تعاد إلى وزارة المالية. كثير من الدرجات الوظيفية الحقيقة تم إعادتها إلى وزارة المالية، وهذا موضوع الحقيقة مهم الآن إحنا بصدد معالجته. هذه يعني الدرجات تتعاونون أيضا مع وزارة المالية للمطالبة بهذه الدرجات، تعتبر بالتأكيد نحاول استردادها. لأنه إحنا توقعاتنا إلى يوم الأمس القوائم وصلت اللي نشرناها يعني تجاوزت 6000 متقدم للتوظيف. احنا عندنا 8000 درجة وظيفية، 8500 تقريبا. نأسف جدا إذا ما وصل الرقم بشكل يفوق هذه الدرجات الوظيفية. إذا ما تعدى ذلك بكثير سنلجأ إلى عملية المنافسة مع عملية الحقيقة التفاهمات الجارية الآن لاسترداد الدرجات الوظيفية من وزارة المالية. ربما تسعفنا كثيرا في عملية توزيعها لمن سيتقدم للتوظيف. هذا كل الحقيقة الأيام الماضية القادمة ستكون حبلى بكثير من النتائج طبقا للبيانات التي تصلنا تباعا. نعم، وأنتم أيضا يعني مستمرين في يعني كمجلس الخدمة في إعلام كل ما يخص عن هذه الآلية وعملية التوظيف. أستاذ سعد، أكو موضوع أيضا تعيينات العقود مشمولين أيضا بهذه التعيينات؟ وبصراحة شديدة الحقيقة، وأنا تحدثت فيها في أكثر من مناسبة، وربما هذا يسعد البعض ويغضب البعض. نعم صحيح. يسعد البعض ممن هم من أصحاب العقود، ويغضب من هم ناقمين على أن أصحاب العقود ينافسون للحصول على هذه الدرجة الوظيفية. بصراحة شديدة القانون لا يمنع، قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 لا يمنع إطلاقا أصحاب العقود من التقديم للتوظيف. نعم. وأنا حتى قلتها في أكثر من ذكر، قلت حتى الموظف المستقيل من وظيفته بإمكانه إذا هو يتمتع بالشروط اللازمة للتوظيف أن يتقدم للتوظيف، ولكن أن لا يتذاكى على الدولة. بمعنى أني مو أجي أقدم استقالتي قبل يوم أو قبل أسبوع أو قبل شهر وأجي أقدم للتوظيف، هذا يعتبر تذاكي الحقيقة، يعني يؤخذ في الحسابات هذا الموضوع. لا، احنا نتحدث عن استقالات قبل فترة زمنية كبيرة على أقل تقدير.
فكل العقود الحقيقة الحق القانوني يقول أن لا مانع لديه هناك في موضوع تقديمهم للتوظيف، ولكن من جنبة أخرى احنا إذا ما ذهبنا إلى أنه هناك أعداد المتقدمين يفوق الدرجات الوظيفية، وشاهدنا أن الأولوية يجب أن تكون لمن ليس لديهم عقود، لمن ليس لديهم فرص وظيفية. نعم. احنا لأنه الحقيقة أيضا هناك مشاورات مهمة تجري الآن مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحديدا الدائرة القانونية للاستفتاء بهذا الصدد. إلى الآن لم يبت بشكل قاطع عن ماهية الحلول. الأيام القادمة قلت قبل قليل احنا طبقا للبيانات إلى أن نصل إلى ماهية الأعداد التي تقدمت لدينا سنطرح الحلول في حينها بإذن الله تعالى. نعم، ممكن نسأل عن خطط مستقبلية، هل يمكن أن تزيد من أعداد المتقدمين على التعيين؟ يعني الخطط القادمة هذه تعتمد على البرامج الحكومية المقدمة ضمن السياسة العامة لإدارة الدولة. كل الحكومات المتعاقبة لها وجهة نظر ورؤية سواء كانت تنفيذية أو حتى على الصعيد التشريعي. يعني تعرفون حضراتكم البرنامج الحكومي يعرض على السلطة التشريعية في مجلس النواب ويتم التصويت عليه. هسه الحقيقة الكلام سابق لأوانه أنه ما هي الرؤية للمستقبل، هذا يعتمد على ما بعد الانتخابات. الرؤية القادمة للحكومة ستكون طبقا لما موجود من إحصائيات وبيانات سواء كان في وزارة التخطيط التي تعنى بعملية إيجاد فرص توظيفية للموارد البشرية بمختلف قطاعاتها، وتعتمد أيضا على البيانات اللي في حوزة وجعبة مجلس الخدمة العامة الاتحادي. كثير من الاستطلاعات والاستبيانات الآن جارية لجمع مزيد من المعلومات حول ما هي حاجة قطاعات الدولة الفعلية لتوظيف الموارد البشرية. هناك الحقيقة اهتمام كبير من قبل مجلس الوزراء وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء الآن في إيجاد فرص وظيفية حتى على صعيد القطاع الخاص وليس على صعيد القطاع العام الحكومي لمختلف الشرائح في المجتمع، ليست فقط الأوائل وحملة الشهادات العليا. نعم. هذا كله الحقيقة متروك لتقديم الرؤية المستقبلية ومن ضمنها أيضا قانون الموازنة. ما سيتضمن قانون الموازنة سنكون في مجلس الخدمة العامة الاتحادي ملزمين بتطبيقه، ولكن أيضا ندعو دائما إلى إشراكنا في تضمين مواد بنود الموازنة، لأنه احنا عندنا رؤية الحقيقة وعندنا أفكار طموحة واقعية تلبي الحاجات في إدارة الموارد البشرية في العراق. فبالتالي إذا ما تم الاستماع عنا سنقدم حلول ناجعة ومميزة لكثير من المشاكل والمعوقات في هذا الخصوص. بكل تأكيد. إن شاء الله. يعني أستاذ سعد فعلا عمل جبار، جهود جبارة تقام من خلال مجلس الخدمة الاتحادي وتعاون أيضا مع الجامعات والكليات والمعاهد، وأيضا تعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية. كل هذه الجهود الجبارة فعلا يعني ننحني أمام أعمالكم، عملكم هذا الجبار، ونشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بتقديم هذه الفرص لطلبتنا. كل الشكر والتقدير والاحترام لقناتكم الكريمة. شكرا. احنا سعيدين دائما ان نظهر للجمهور بشكل يومي او حتى بشكل اسبوعي لنعرفهم ما هي الاجراءات الحاصلة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي. تكرار ظهورنا الهدف من عنده انه دائما نطمئن الفئات المستهدفة بالتوظيف ان العمل يجري بصورة منتظمة، ولكن كما قلت في مقدمتي في قبل قليل قلت تحتاج إلى بعض الصبر، بعض الوقت لتنظيم هذه البيانات لضمان حقوقكم كمتقدمين للتوظيف. نريد دائما أن يكون التكافؤ والعدالة والمساواة في تحقيق الفرص الوظيفية حاضرة، لا نريد أن نظلم أحدا في هذا الشأن. أكيد. أستاذ سعد اللامي، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. شكرا. وكنت خير مصدر لهذه المعلومات القيمة لنا وللمشاهدين. أكيد إن شاء الله تكون لقاءات ثانية. شكرا جزيلا لك وشرفتنا، أكيد نورتنا اليوم بالاستوديو. كل الشكر. شكرا.